كلية العلاج الطبيعي هي علوم الرياضة؟ لو فاكر انهم نفس التخصص فلازم تسمع الكلام ده. اولا، كلية العلاج الطبيعي دي واحدة من كليات القطاع الطبي، وهدفها الاساسي تأهيل وعلاج المرضى بعد الاصابات او حتى بعد العمليات، وكمان مساعدة مرضى العظام او الاعصاب وغيرها كمان من التخصصات الطبية. وعشان كده الدراسة فيها بتعتمد على علوم طبية متعمقة زي التشريح ووظائف الاعضاء الى جانب التدريب الاكلينيكي داخل المستشفيات. وبعد التخرج بيبدأ الخريج مساره المهني كممارس للعلاج الطبيعي، ومع الخبرة بيبدأ يتدرج لحد ما يوصل لاستشاري علاج طبيعي. أما بقى بالنسبة لكلية علوم الرياضة فهي بتنتمي للمجال الرياضي، وبتأهل الخريج إنه يشتغل كمدرب للياقة البدنية أو مثلا مدرب رياض أو مدرس تربية رياضية. ودراستها بتركز على علوم التدريب واللياقة البدنية وتحسين الأداء البدني وطرق إعداد الرياضيين. وده معناه إن خريج علوم الرياضة هيبقى مؤهل للتدريب الرياضي، لكنه مش بيمارس العلاج الطبيعي أو التأهيل الطبي، لأن ده اختصاص مهني مختلف تماما. ودلوقتي بقى انت حابب تختار ايه؟ لو نفسك تشتغل في المجال الطبي وتساعد المرضى فالعلاج الطبيعي هو الاختيار المناسب ليك، اما لو شغفك في الرياضه والتدريب فعلوم الرياضه هو الافضل ليك. ولو حابب تعرف الفرق بين اي كليتين تانيين اكتبوا لنا في الكومنتس واحنا بقى هنعمل عنهم حلقه كامله.